السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده مش حاطه المايك عشان في ناس اشتكت من الصوت وان في صوت زنه وكده، فقولوا لي الصوت كده كويس بالنسبه لكم ولا لا. بس اكيد طبعا انا هجيب مايك تاني عشان الصوت يبقى انقى واحسن. فيديو النهارده بجد فيديو مفيد جدا للناس اللي بتحب تشتري من شي ان، والناس دي مش قليله يعني. معظم الناس بتحب تجيب حاجات شي ان. النهارده هتكلم عن الاحذيه او الشوزات بتاعت شي ان. بس قبل ما ابدا الفيديو، لسه مشتركتش في القناه يا ريت تشتركي في القناه. في ناس كتير بتشوف الفيديو يا جماعه ومش بتعمل سبسكرايب في القناه، فلو سمحتوا اعملوا سبسكرايب في القناه، فعلوا الجرس، اختاروا اول عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اكتر حاجه بتعجبني في الشوزات بتاعت شي ان يا جماعه بجد ان التقفيل بتاعها حلو جدا، وشكلها زي الحاجات البراندز الغاليه جدا زي زارا بالظبط او زي تشارلز اند كيس. تحسوا ان فعلا الشوزات بتاعتها قيمه، وبصراحه عنده كل الالوان وكل الاشكال، يعني اي حاجه تخطر في بالك هتلاقيها موجوده في شي ان. فبجد يعني انا تقريبا بجيب كل شوزاتي من شي ان. طبعا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها بقالي فتره، اوريكم شكلها ايه بعد استخدامها بفتره. اول حاجه البوينتد 2 دي، طبعا هو معظم الشوزات اللي انا جايباها بوينتد 2. صراحه شيك قوي في اللبس، وكمان يعني الكعب بصوا مش عالي خالص، بصوا الكعب عامل ازاي، فمش متعبه في اللبس، حلوه جدا. دي لبستها كذا مره، بصوا شكلها عامل ازاي، يعني محتفظة بقيمتها بصراحة. وانا طبعا بحافظ برضو على الشوز ان انا دايما احط الورقة دي، لازم الورق ده يتحط كده في الشوز وانا شايلاها علشان الجلد ما يشققش. وكمان بشيلها في داست باج بتاعها اللي هي جاية بيه، وفي البوكس بتاعها. بصراحة يعني دي اكتر حاجة بتساعدني ان انا احافظ على الشوزات بتاعتي اطول فترة ممكنة. شكلها جديد جدا. ممكن هنا تلاقي هنا تقشيرة بسيطة، بس ده بسبب السواقة. يعني انت لو بتسوقي عربية طبعا للأسف السواقة بتبوظ يا جماعة الشوزات جدا، ان انت بتبقي حاطة رجلك كده على الأرضية وبتحركي رجلك على الدواسات. فطبعا بصراحة يعني لو اي شوز باظت عندي هي بسبب السواقة. فطبعا لو انت عايزة تحافظي على الشوز بتاعتك ما تلبسهاش وانت سايقة. حلوة جدا، وبصوا شكلها كيوت ازاي، محتفظة بشكلها وقيمتها، بصراحة تحفة جدا. طبعا يا جماعة انا هحط لكم الكود بتاع كل شوز انا بعرضها، هحطها لكم هنا. بس في يعني الشوز اللي انا وريتها لكم دي انا جايباها من سنه، فالشوزات اللي انا جايباها من مده ممكن تكون خلصت، ولو انا ما حطيتش الكود يبقى هي خلاص كده خلصت. اللي انا مش هلاقيها يعني مش هحط لكم طبعا الكود بتاعها لانها هتكون خلصت من السايت. تاني شوز دي يا جماعه، دي بقى من الاساسيات اللي لازم تكون عندك، او يعني لازم تكون موجودة في الدولاب. اللون ده طبعا اساسي، بيمشي على كل حاجة. اللون البيج يعني من الالوان الاساسية في دولابك زي الاسود والابيض، فبجد اللون ده حلو جدا جدا. بصوا كعبها عالي شوية اعلى من اللي فاتت، بس برضو يعني مريحة مش متعبة في اللبس. بصوا انا محتفظة بيها بنفس الشكل اللي جاتلي بيه، بحط الورقة ودي كمان كانت موجودة معاها. بصوا التقفيل بتاعها، بصوا الشيكة، بصوا لبستها يعني كتير بصراحة يعني، لكن بصوا يعني عندي بقى لها سنة او اكتر. لكن هي محتفظة برضو بشكلها، الماتيريال بتاعتها شكلها شيك قوي قوي قوي. تحس ان انت كده كلاسي، يعني لابسه حاجه بجد انيقه جدا. طبعا دايما بجيب نمره اكبر من مقاسي وبصراحه بتظبط معايا، يعني دي برضو جايباها نمره اكبر من مقاسي ومظبوطه عليا جدا، فحلوه قوي انصحكم بيها. واعتقد دي لسه موجوده على السايت، احط لكم الكود بتاعها. كمان اللون ده من الحاجات الكلاسيك اللي هي مش هتبطل وهتحتاجيها دايما طول الوقت وفي كل حاجة، في شغل في خروج. الجزء اللي بعد كده بصوا هتلاحظوا كلهم بوينتد 2. بصراحة من الحاجات الشيك قوي اللي انا بحبها فعلا، بس ده كعب عالي شوية فيعني مش من الحاجات اللي هي عملية او اللي انت هتمشي بيها او هتقفي بيها فترة. ليها كده الكروس ده
من قدام كده، وده بيتربط كده حوالين الرجل. برضو تحفة قوي. وبصوا برضو بقالها سنة وشوية، شكلها زي ما هي، ما فيهاش اي حاجة غلط. بس دي عيبها يا جماعة ان هي بتعمل صوت وانا ماشية، يعني وانا ماشية كده تحس انها بتصفر، يعني بتعمل صوت صفارة كده غريب يعني. بس غير كده هي شكلها بصراحة شيك قوي 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 في اللبس. ونفس الحكاية انا جايبة برضو نمرة اكبر من مقاسي، فمظبوط عليا جدا زي ما انتوا شايفين، كأنها جديدة بالظبط. الشوز اللي بعد كده اللون الفظيع ده يا جماعه، بصراحه دي ما لبستهاش يمكن غير مره واحده بس، يعني ما لبستهاش كتير. طبعا فشكلها جديد جدا. هي مش جلد، هي قماش، وكعبها برضو يعتبر عالي شويه. بس هي طبعا محتاجة لبس معين، يعني دي مش من الحاجات العملية، دي من الحاجات اللي هي هتلبسيها يعني على اوتفيت معين، مثلا حاجة كله اسود، حاجة الوانها فيها اللون ده بس، يعني فمش هتلبسيها كتير. الماتيريال بتاعتها حلوة، شكلها لطيف، ولونها مميز جدا يعني. الشوز اللي بعد كده الشوز اللبني دي، بصراحة لونها تحفة جدا. بوينتد تو، كعبها معقول، مش عالي قوي، مش متعبة قوي في المشي. من الحاجات اللي هي مش هتلبسيها كتير، يعني هي تليق طبعا على البيجات، على اللبنيات، على الجراي، لكن هي بصراحة شكلها رقيق جدا وحباها قوي قوي. وبرضو شكلها شيك وانيق، يعني تحسوا كده حاجة مش شكلها مش رخيص، نفس الوقت من الحاجات اللي انتي يعني ممكن تقعدي تلفي عشان تدوري عليها. فبجد يعني شيء بيوفر لك كل الالوان، كل حاجة تخطر في بالك هتلاقيها. الشوز دي بقى يا جماعه مختلفه عن الباقيين في ان انا جايباها نفس مقاسي، لان انا قريت الريفيوهات بتاعتها ولقيت ان هم كاتبين ان انت بتجيبي نفس المقاس، وكمان لما بتدوسي على السايز بيجيب لك الطول بالسنتي، فانت طبعا بتكوني عارفه طول رجلك بالسنتي بتكوني قايساه، فبتعرفي نفس المقاس ولا لا. فالشوز دي نفس المقاس وجت مظبوطه عليا، يعني دي مش اكبر نمره. تحفه، شايفين حتى مع درجه البيج. كمان الشوز التحفة دي، طبعا دي كانت طالعة ترند جدا من الصيف اللي فات، وهي شيك فعلا في اللبس. بصوا شكلها عامل ازاي، شايفين الشياكة بتاعتها، بصراحة شيك قوي في اللبس، يعني فعلا لما بتبقي لابساها بتحسي كده ان انتي برنسس. حلو قوي طبعا كسواريه او خروجه بالليل، رايحه مناسبه، رايحه عيد ميلاد. شكلها شيك قوي. وده طبعا قماش مش جلد. السايز بتاعها برضو جايباه اكبر نمره، مش نفس مقاسي، اكبر نمره، فمظبوط عليا جدا. كعبها يعني عالي شويه، فهي متعبه شويه يعني في المشي لو مشيتي او وقفتي فتره طويله، بس هي بصراحة شكلها شيك قوي، وده بعد استخدام سنة. شكلها بصوا جديدة، شكلها حلو جدا جدا جدا، تحفة يعني. بعد كده الشوز دي يا جماعة برضو من الحاجات اللي كانت تريندي جدا الصيف اللي فات، وطبعا تقدري تلبسيها طول الوقت في اي خروجه سواريه او مناسبه. حلوة جدا برضو، اكبر نمرة من مقاسي، بس عيبها انها بتتبهدل بسرعة جدا. شايفين الماتيريال دي اللي هي الشفافة دي اللي هي اسمها بولي فينايل او الفينايل، اللي هي مادة الفينايل دي دي مش بتقعد كتير، يعني دي مش من الحاجات اللي تستحمل او تقعد معاكي سنين، يعني بتتبهدل بسرعة، لونها بيغير، فعايزة تحافظي عليها جدا وان انتي على طول تنظفيها. فيها هنا فتحة كده صغيرة من قدام لو باينة عندكم اهي، بس دي باين عليها يعني انها اتهرست شوية، يعني دي كنت بلبسها تقريبا اكتر حاجة. بس ما زالت برضو محتفظة بشكلها، يعني هي بس عايزة تتنظف بس شوية. عيبها كمان ان ده يعني بينزل بسرعة جدا، يعني ده بيقع منك وانتي ماشية، فعايز ان انتي تجيبي له اللي هو البلاستر ده برضو في شي ان،
اللي هو بيلزق الجزء ده في رجلك من ورا علشان ما تقعش منك. دي بس عيوب الشوز دي. بس غير كده طبعا هي صراحة شكلها كيوت قوي وبحبها جدا، يعني دي بفضلها في اللبس اكتر من السودة، بحبها قوي قوي. بعد كده الباليرينا السيلفر دي يا جماعة طبعا تريندي جدا وموضة قوي قوي السنة دي، ومريحة جدا جدا في اللبس، بجد بحبها جدا، حلوة قوي في اللبس وكيوت كده وشيك وكل حاجة. برضو جايبها اكبر نمرة من مقاسي، بس هي تحفة في اللبس وشكلها، يعني لو انتم متابعيني على الانستجرام هتشوفوا ان انا لبستها على كذا اوتفيت، فحلوة جدا جدا. دي السنه دي بس زي ما انتم شايفين انا هرياها اللبس، يعني بلبسها كتير جدا، مش هقدر اوريكم منظرها من ورا تراب يعني جامد. انا بلبسها كتير قوي فعلا، انها مريحه وترندي وكل حاجه، فبجد بحبها قوي الباليرينا دي. السليبر ده برضو كنت جايباه السنه اللي فاتت، هو لطيف في اللبس كده وظريف، بس يعني مكانش مريح قوي، يعني مش مريح احسن حاجه انك تمشي بيه، يعني لو انت هتمشي كتير لا مش هتحسي ان هو مريح. شكله لطيف بس كده، ممكن تقعدي بيه تخرجي في المصيف، لكن في الخروجات العاديه او ان انت ناويه تمشي كتير لا مش هيبقى مريح. وبرضو اعتقد ان هو انا جايباه برضو نمره اكبر من مقاسي، وده كنت جايباه تقريبا عشان الترند بتاع باربي واللبس البينك، فكان ظريف قوي مع اللبس البينك. اللي متابعني على الانستجرام هيشوف ان انا لبسته الصيف اللي فات على اوتفيت كده لونه بينك، كان شكله تحفه قوي. واخر حاجه يا جماعه مش شوز، هو سليبر. بصراحة كان لازم اتكلم عن الشباشب او السليبرز بتاعت شي ان، ده شبشب بيت، بس بصراحة يا جماعة يعني اكتر من سنة وزيادة، مش فاكرة سنة او سنتين، بس زي ما انتم شايفين البرينت اللي موجود هنا ده ما اتمسحش زي بقية السليبرز اللي احنا بنجيبها من اي حتة، فده بصراحة اعجاز علمي بالنسبة لي، ده اعجاز علمي بجد. حلو جدا انه محتفظ بالوانه بالبرينت بتاعته المدة دي كلها، وانا بلبسه على طول كل يوم يعني، فبجد حلوة جدا جدا. السايز برضو انا جايباه نمرة اكبر من مقاسي، بس بصراحة تحفة جدا، حلو قوي، طري، بيستحمل، يعني شكله محترم كده، وهو بقاله اكتر من سنة بستخدمه كل يوم، فبصراحة حلو جدا جدا. وبس كده حلوين، اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتس ايه اكتر شوز عجبكم، مستنية كده تفاعلكم يا جماعة معايا. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، متنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.